موقع تلفزيون كربلاء وموقع كسر الصنم وبالتعاون مع غرفة أنصار آل محمد في البالتوك أن يقدموا لكم فيلم العمامة أفيون الصفوية. إعداد وتقديم الأخ أبو عمر النيكراغوي عفى الله عنه. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. دفاعا عن تراث آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين الأطهار ونصرة لهم قمنا بهذا العمل الإعلامي المميز، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يذب ويذود عن آل بيت نبيه الأطهار وصحبه الأخيار رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نضع لكم مشاهد وصوتيات لعلماء وشيوخ الصفوية، ونسأل بعدها كل شيعي حر منصف عاقل وكل شيعية حرة منصفة عاقلة، هل هذا هو تراث أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أم أنه من خرافات الصفويين؟ فاسمع أيها الشيعي واسمعي أيتها الشيعية ولكم الحكم. السيد عباس الخوئي الابن الأكبر حاليا للمرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية في النجف يكشف عن فوضى العمائم والمراجع عند الشيعة. وإذا أريد أتطرق إلى سيرتنا الذاتية الحديث يطول، شو وقت تزوج وإلمن تزوج وأمي إجت من الهند وعن زوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو زوجات أخرى بالعقد القصير. هذا حديث يطول ماكو مجال إلى الآن، ولكن أنا أدري والدي كان معارضا إلى النظام المفروض على الحوزات العلمية والمرجعيات الشيعية، وكان يعني له خصوم كثيرون يعادونه ولا يريدون أن يبرز، وما كان يفكر بأن يكون مرجع أبدا، كان المدرس وبس. بس مثل ما أشرت كان معارض للفوضى والفوضوية، وأنه ياوي يجي يلبس عمامة. تأخذ هذا القرآن، أي واحد يقدر يلبس عمامة. أنا هاي العمامة قبل شوية استعارتها من واحد ما كنت لابسها، الثاني عمامته ولبستها. يجي واحد هسه يجي حنا من بغداد يبي عرق يقدر يلبسها، يجي واحد من إيطاليا من ألمانيا يلبسها، ويصير شوي شوي يصير مرجع ويصلون وراه. فوضى فوضوية هاي اللي كان أبوي يحاربها. ولهذا السبب ترك النجف وجاء إلى الكاظمية وهو شاب قبل ما يصير مدرس، وذهب إلى كربلاء، حاول أن ينقل الحوزة العلمية إلى كربلاء، وشاف كربلاء هم مثل النجف نفس الشيء، الفوضى فوضى. اقرأ أيها الشيعي المنصف فتوى الإمام الخميني في إباحة تبخير الرضيعة، كتاب تحرير الوسيلة صفحة 221 مسألة رقم 12. قال الخميني: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعة، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. أعوذ بالله من هذا الشذوذ. وأفتى زعيم الحوزة العلمية في النجف والمرجع المعروف أبو القاسم الخوئي بجواز لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح، كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثالث في مسائل الستر والنظر والعلاقات، سؤال رقم 784. هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ فأجاب الخوئي: لا يحرم في الفرض والله العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واستكمالا لمسلسل الشذوذ الجنسي والافتراء على آل البيت الأطهار رضوان الله تعالى عليهم، أفتى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بإباحة زواج المتعة عبر الإنترنت وممارسته من خلالها، وهذه فتوى صادرة عن مكتبه ونشرها موقعه على شبكة الإنترنت. الشيخ الشيعي محمد سعيد العرادي يوضح للشيعة فضل المتعة في كتبهم،
ويعد الشيعيات بالمغفرة إنهن تمتعن والعياذ بالله. جاء موضوع المتعة وجاء حكم المتعة، فشرعها الله سبحانه وتعالى بأصل القرآن، قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هاي المتعة حللها الله عز وجل، هاي المتعة حللها الله عز وجل. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. عندنا مستحب الاتيان بالمتعة ولو في العمر مرة واحدة، لأن هذه سنة من سنن النبي، لأن هذه سنة من سنن النبي، لأن هذه سنة من سنن النبي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي رواية قال الإمام الباقر سلام الله عليه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء بالمعراج مولانا قال: لحقني جبرائيل. جبرائيل لحقني جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. الله يغفر للمتمتعين من أمتك من النساء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. عن الإمام الصادق سلام الله عليه. شلون رواية عظيمة هاي، شلون رواية عظيمة، الله أكبر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما من رجل تمتع. سمعوا الرواية هذه، كل قطرة غسل تطلع من هذاك الغسل الله يخلق من القطرة دي 70 ملك يستغفر له. واضح؟ اسمع الرواية نصها: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. رحم الله والديك. الله يقول أنت أحييت السنة إلى يوم القيامة. 70 ملك من كل قطرة. إيش قد قطرة تنزل؟ 1000 قطرة، 1000 ضرب 70 كم يطلع؟ كم يطلع؟ 70,000 ملك يستغفرون له. زين؟ هذا شيء ثواب عظيم. من كل قطرة تقطر منه 70 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها. اللي يتجنب المتعة يلعنونه هم. هذا اللي يقول له أنا ما أبغى أتمتع يرفض سنة النبي، هذا شنو يلعنونه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة. ولو مرة. واضح مولانا؟ ولا تقربوا الزنا. في رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه: لهو المؤمن في 3. المؤمن يبي يلتهي بشنو؟ بالكورة؟ لا. بالكيرم؟ لا. بالبتة؟ لا. بالرياضة؟ لا. لهو المؤمن في شنو؟ الحديث يقول: لهو المؤمن في 3: التمتع بالنساء، ومفاكهة الإخوان، والصلاة بالليل والناس نيام. ولا تقربوا الزنا. عن الإمام الصادق سلام الله عليه